مساء الخير يا حبايبي. النهارده هنعمل حاجة بسيطة جدا جدا وهتديكي بسكوت بالشوكولاتة تحفة. عندنا 250 جرام بسكوت شاي عادي خالص اهو، وعندنا دول 225 او 230 جرام من الشوكولاتة الخام. بصوا حبايبي، احنا هناخد الشوكولاتة هنسيحها في على حمام مائي وهنكسر البسكوت وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي، الشوكولاته اهي ساحت، حطيت بس معلقه زيت صغيره مش مليانه على الاخر، وبعدين هنحطها بعد ما كسرنا البسكوت. شوف كده لما نقلب ايه اللي هيبقى محتاجه ولا لا. بصوا حبايبي، احنا زودنا شوكولاته بس عشان ايه تبقى متماسكه قوي، فزودت تقريبا 3 مربعات شوكولاته من اللي هو المكعب الصغير ده. خلاص، وقلبناها بسرعه وهي ايه دافيه لسه على البسكوت. وعندنا ورقه فويل اهي دهنينها زيت. هننزل كميه كده، طبعا هي مش هتبان غير لما تتجمد. بصوا حبايبي، هنعمل اسطوانه على قد ما نقدر، هي عشان بدات تتجمد احنا مش عايزينها تتجمد مننا. بصوا كده اهي، ولا اي حاجه، عايزينها نظبط بس بعد ما ايه نلفها اهي، نعملها اسطوانه. ولما هتتجمد بقى هوريكم هنقطعها ازاي. بصوا زي البونبونيه كده اهي، مفيش اي حاجه، فظلنا بسيطه وما خدتش مننا 10 دقايق يمكن. الشوكولاته بس وهي بتتسيح خدت بس ايه. بصوا اهي، عايزينها تبقى اسطوانه كده جميله عشان لما نقطعها اهي زي البونبونيه بالظبط. ماشي، وبعدين في الثلاجه عادي خالص. بصوا حبايبي اهي، بنظبطها بس علشان على قد ما نقدر، على قد ما نقدر اهو. بس هنحطها بقى كيس من بتوع التلاجة العادي خالص، هنعملها كده وهنحطها في الفريزر، وهقول لكم على المدة اللي هتقعدها قد ايه. عايزين بقى الشوكولاتة تثبت مع البسكوت وتدينا منظر جميل كده، وهنقطعها بالسكينة تديكي عاملة زي حتة الجاتوه. بس اظن مفيش ابسط من كده. احطها في الفريزر اجمدها واوريها لكم تاني. بصوا حبايبي، هي خدت لها بالظبط ساعتين في الفريزر، طالعه جامده زي الطوبه. هنقطع بقى كده. بصوا حبايبي، انا قطعت اهو، بس عشان المصداقيه يا ريت ما تسيبوش كتير في الفريزر، هما نص ساعه بالكتير قوي في الفريزر، لانه جمد مني وعذبني على بال ما قطعته. طبعا ال 250 جرام من البسكوت ودول 230 شوكولاته، مدوبينها طبعا في حمام مائي، وقلبنا كله على بعضه وعملناه اسطوانه في ورق فويل مدهون زيت بس وخلاص، ودخل الفريزر نص ساعه بس، وتقطعوه. ادي انتوا شفتوا منظره وطعمه تحفه تحفه تحفه. ايه رايكم؟ وريت ما تنسونيش في اللايك والشير، واشكر كل اللي بيتابعني، وباي باي.